وصفتنا لهذا اليوم فاصوليا اليابسة. طبعا هي إلها عدة طرق، بس أنا اخترت هاليوم الطريقة اللي نضيف لها بيها بصل، وأكو ناس تضيف لها ثوم، أكو ناس تضيف لها لون بصرة حسب. راح نبلش. أول شي نجيب الفاصوليا، حتى لو بدون تنقيع نقدر نخليها رأسا على النار ونضيف لها بعد ما تغلي تقريبا نص ساعة، نضيف لها بيكربونات الصوديوم أو الصودا أو كربونة، كل واحد حسب شي يسميها ببلده. من نضيفها نص النار وبعدين نغطيها. شوفوا شلون استوت هنا عندنا. أخلي الجدر على النار وأحط بيه الكمية مال اللحم اللي أريد أسويها، يفضل إنه يكون بيها ليا. أحمس اللحم وأحمس البصل وياه. يستوي البصل عندي بشكل جيد، يعني أخلي اللحم يذب الدهن ماله. أضيف كمية مناسبة من معجون طماطة، أو إذا تحبون تضيفون الطماطة الممرودة بعد ما تصفوها من القشر والنوى البذور يعني مالتها، تقدرون تضيفوها من تطلع طيبة. فصفيتها هنا من المي وضفت الفاصوليا ويا اللحم. خلطتها بشكل جيد حتى يذوب المعجون، معجون طماطة اللي عندي. ضفت لها ملح، طبعا دائما الملح آخر شي نضيفه حتى تستوي. احنا نحبها ثخينة اجمالا بالعراق، الكل يحبها ثخينة. انتو شلون تحبوها؟ ياريت تكتبولي بالتعليقات. لا تنسون الاشتراك بالقناة ومشاركة القناة ويا الأصحاب. شكرا للمتابعة.